تعرفي إيه عن ال1000 يوم ذهبية؟ أيوه، ال1000 يوم ذهبية، دول 1000 يوم من ساعة أمّا تبقي حامل لغاية أمّا ابنك أو بنتك يكمّل سنتين. عندنا غرفة المشورة بتخشي عليها بتلاقي ناس قاعدة في استقبالِك، بيدّوكِ بقى كل أنواع المشورة، لو كنتِ لسه ما اتجوزتيش هندّيكِ المشورة، طب افرض كنتِ اتجوزتِ هنقول لِك إزاي تراعي نفسِك وأنتِ حامل، ولازم تيجي الوحدة الصحية وتاخدي وتعملي التحاليل اللازمة المناسبة ليكِ لصحتِك ولصحة اللي في بطنِك. وكمان بعد ما تولدي لازم نديكي مشورة ونصايح عشان لازم ترضعي طبيعي، أهم حاجة لازم ترضعي طبيعي. الرضاعة الطبيعية دي مهمة جدا جدا لصحتك انت ولولادك. بعد كده يا ست الكل برضو بنديكي مشورة ازاي تربي ولادك وازاي توكليهم الأكل الغذاء الصحي السليم. مراحل تطور الطفل ده ازاي هينمو، ازاي كل شهر ايه اللي هيتطور فيه، فاحنا لازم بنديكي المشورة الكافية ازاي تتعاملي مع الطفل ده. مش بس كمان ازاي تتعاملي مع الطفل، ازاي كمان المباعدة. يعني ايه المباعدة؟ المباعدة دي يعني بين الطفل الأول والطفل التاني من 3 ل5 سنوات. اشمعنى من 3 ل5؟ هقولك ليه بقى. علشان تربيه تربية كويسة، عشان تعرفي ترضعيه كويس، تديله الغذاء الصحي السليم. برضو ده مش بس لابنك أو بنتك، لا ده ليكي كمان عشان صحتك انتي. ومش بس كده كمان، ازاي بنقولك تتعاملي مع أطفالك بعد كده، ازاي تربيهم تربية صحيحة سليمة، ازاي كمان الأطفال بقى لما يبتدوا بقى يعرفوا الانترنت والشاشات والسوشيال ميديا، ازاي نعلمهم اني ناخد منه اللي احنا عايزينه، الشيء الصح السليم. وكمان افرض طب معاكي اطفال صغيرين هتجيبيهم معاكي، عندنا ركن صغير كده بنخلي الاطفال دي ازاي تلعب بازلز، تعمل مكعبات، ازاي تكون حاجات بايديها. تعالي وهاتي ولادك الصغيرين، وكل ده من غير ما تدفعي. اوعي تدفعي، اوعى تدفع، ما تدفعش.